مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الخاصة من بودكاست صوت الناس. اليوم نفتح ملفا ثقيلا: الجزائر بين حكم تبون وشنقريحة، بين الحلم والخراب. معي هنا المحلل السياسي المعروف بجرأته وصراحته. أهلا بك. أهلا وسهلا. دعيني أقولها منذ البداية: الجزائر تعيش أسوأ أيامها منذ الاستقلال. لم يعد هناك مشروع وطني، بل فقط عصابة تتحكم في رقاب الناس. لنبدأ من رأس الهرم، عبد المجيد تبون الرئيس المعلن. كيف ترى صورته؟ تبون مجرد ديكور، يظهر في التلفزيون ليقرأ نصوصا كتبها آخرون. لا يملك قرارا ولا رؤية. الجزائريون يسمونه الرئيس بالتوكيل. ومن يحكم فعليا إذن؟ شنقريحة، الجنرال العجوز، هو الآمر الناهي، يقرر السياسات، يختار الوزراء، ويحدد مصير الصحفيين والنشطاء. الجزائر ليست جمهورية، بل ثكنة عسكرية. كيف يعيش المواطن البسيط؟ في معاناة دائمة، طوابير أمام محطات الوقود، أسعار النار، شباب عاطل. بدل أن يفكر في بناء مستقبل، يفكر في قارب يهرب به إلى إسبانيا. والنظام؟ مشغول بتمويل البوليساريو وصناعة الأوهام. يرمون قوت الشعب في رمال تندوف، بينما المستشفيات بلا دواء والمدارس بلا مقاعد. لنركز قليلا على البوليساريو. أكبر دليل على غباء النظام: صرفوا المليارات ليقسموا المغرب، لكن ماذا حدث؟ المغرب يزداد قوة واعترافا دوليا. الجزائر هي التي صارت مقسمة بين قلة تملك كل شيء وشعب لا يملك شيئا. انقلب السحر على الساحر. يعني أن المغامرة فشلت؟ طبعا، لم يربحوا سوى العزلة الدولية. هناك من يقول إن تبون جاء بشعار الجزائر الجديدة، ما تعليقك؟ شعار كاذب. الجزائر الجديدة هي نفسها الجزائر القديمة، مع زيادة القمع والفساد. الفرق الوحيد أن تبون يمثل الواجهة الكوميدية، بينما شنقريحة يمثل اليد الحديدية. وماذا عن الأعلام في هذه الجزائر الجديدة؟ إعلام موجه. الصحفي إذا تكلم بحرية يجد نفسه في سجن الحراش. كل قناة أو صحيفة تتحرك بتعليمات من المخابرات. الإعلام الحر صار جريمة. فلنتحدث عن الحراك الشعبي، هل ما زال حياً؟ الحراك لم يمت، الروح ما زالت موجودة. النظام اعتقد أنه أنهى الحراك بالاعتقالات، لكنه فقط أجله. يوما ما سينفجر من جديد، لأن الأسباب ما زالت قائمة: الظلم، القمع، الفساد. لكن النظام يحاول أن يظهر بمظهر الإصلاح. إصلاح شكلي، انتخابات صورية، برلمان كرتوني، قضاء مسيس، كل شيء مسرحية لإطالة عمر العصابة. نعود إلى فضيحة حافلة الحراش. ما الذي تعكسه برأيك؟ تعكس أن الجزائر كلها صارت مثل هذه الحافلة، متهالكة بلا فرامل، تمشي نحو الهاوية. نظام يعجز عن إصلاح حافلة، كيف له أن يدير اقتصاد بلد؟ بلد غني بالنفط والغاز، ومع ذلك يعيش الفقر. لماذا؟ لأن العائدات تسرق. بدل أن تذهب لبناء مصانع وجامعات، تذهب لحسابات الجنرالات وأبناء المسؤولين في باريس. الفساد هو الاقتصاد الحقيقي في الجزائر. فلنتحدث عن الشباب أكثر. جيل كامل ضائع. الدولة لم تقدم لهم شيئا، لا فرص عمل، لا حرية، لا أمل. ولذلك البحر صار الحل الوحيد. شباب الجزائر اليوم بين خيارين: سجن الحراش، أو وادي الحراش، أو قوارب الموت. وماذا عن التعليم؟ متهالك. الأساتذة يهاجرون، المناهج قديمة، الجامعات بلا تجهيزات. التعليم صار وسيلة لإنتاج البطالة لا لحلها. فلنقارن قليلا مع المغرب. المغرب استثمر في البنية التحتية، في الطاقات المتجددة، في الفلاحة والصناعة. صار قوة اقتصادية صاعدة. الجزائر استثمرت في الوهم والانفصال. اليوم الفارق صار مثل الليل والنهار. يعني أن المواطن الجزائري يرى الفرق بعينيه؟ طبعا، الجزائري يسافر للمغرب فيرى التقدم، ثم يعود لبلده فيجد الطوابير والفساد. المقارنة صارت مؤلمة. فلنتطرق إلى القضاء، كيف تراه؟ القضاء أداة بيد السلطة، لا يوجد عدل. الأحكام تصدر بالهاتف،
إذا أراد شنقريحة إيداعك السجن فالقاضي سيوقع فوراً. العدالة الحقيقية هي الغائبة الكبرى. وهل يمكن أن يقوم قضاء مسيس بدور في الإصلاح؟ مستحيل، لا إصلاح دون استقلال القضاء. فلنتحدث عن صورة الجزائر خارجياً. الجزائر فقدت وزنها، لا أحد يأخذها بجدية. العالم يعرف أنها تصرف المليارات على قضية خاسرة اسمها البوليساريو. كل المؤتمرات الدولية تشهد عزلة الجزائر. يعني لم تعد قوة إقليمية؟ أبداً، صارت دولة متفرجة على الأحداث بدل أن تصنعها. فلنكن صريحين، ما هو مستقبل الجزائر مع هذا النظام؟ مستقبل مظلم. إذا استمر تبون وشنقريحة فالبلد ذاهب إلى الخراب أكثر فأكثر. الاقتصاد سينهار، المجتمع سينفجر، والعالم سيعزل الجزائر أكثر. وكيف يمكن إنقاذها؟ بكسر حلقة العسكر. الجزائر لن تنهض إلا حين يخرج الجيش من السياسة وتبنى مؤسسات حقيقية وتعاد الأموال المنهوبة. هل ترى أن هناك أمل رغم كل هذا؟ الأمل دائما في الشعب. الجزائريون لا يستسلمون. قد يطول الليل، لكن الفجر سيأتي، بشرط أن يتحدوا ويكسروا جدار الخوف. شكرا لك على هذه الجرأة. الشكر لكم، وأتمنى أن يسمع الجزائريون الحقيقة حتى وإن كانت مرة. مستمعينا، كانت هذه حلقة صريحة عن الجزائر، عن تبون وشنقريحة، عن البوليساريو والحراش، عن بلد يواجه خطر الانهيار. نلتقي في حلقات قادمة، وشكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء. مساء الخير، وأهلا وسهلا بكم. من يراقب الجزائر اليوم لا يحتاج إلى كثير من الذكاء ليدرك أن البلاد